لم نسمع ظاهرة الإرهاب التي حدثت في العالم الإسلامي. لم نسمع عن فرد واحد من الإباضية عايشين في واحة، واخد بالك، وبرضه تجار من مشاهير التجار مسالمين إلى أبعد الحدود. الجزائر، أنت عارف الشعب الجزائري شعب حامي وإلى آخره، لا صوت لهم في أي أحداث، في أي ثورات. مسالمة يعني المسالمة على الطريقة العمانية. على شوف الطريقة العمانية دي تجسيد للدولة. دولة لا تتدخل في أي شيء إذا حاولت كحمامة السلام تحل قضايا كان بها. فلهذا للتوسط والمسالمة وللسلام. السؤال هو بقى، هؤلاء الأحفاد لابد أن ننظر إلى أجدادهم. فبالمنطق الأولي إذا كانوا الأجداد إرهابيين، إذا كان الأجداد أجدادهم لما كانوا إرهابيين على الإطلاق ولما أقاموا لا، وكانوا من الأتقياء، كانوا أتقياء. لا، ما هو الإرهابيين بيعتبروا نفسهم أتقياء، الإرهابيين العصر الحالي يعني. طب خليني أسأل حضرتك، كأنك بتبرئ الخوارج من العنف على مدار التاريخ الإسلامي؟ أيوه، ما حصلش. طب أقول لك استنى، طبعا كلمة صغيرة. طبعا أنت العالم، قامت لهم دولة في المغرب. إمتى؟ سنة من 162 هجرية اللي أسقطها الفاطميون سنة 291 هجرية، يعني ده 100 وكذا من الأعوام يعني. أيوة. دي كانت تشمل الجزائر الحالية وجزء من المغرب الأقصى وجزء من تونس. شوف اتساعها قد إيه. ما شنت حربا واحدة على الإطلاق. غزاها الأداريس. لا، الدولة كان لي اسمها يا فندم؟ من الدولة الرستمية. الرستمية. نسمع هنا أيضا. دي الأدارسة اللي غزوها وأنهوا؟ لا، غزوا المنطقة، أطراف منها اللي كان فيها مدينة عظيمة، أعظم مدن المغرب في التجارة، اللي كان بيصل إليها آخر محطة لطريق الحرير اللي جاي من الصين لآسيا الوسطى، لإيران، للعراق، لمصر، للشام، لتلمسان. تلمسان. لم يحركوا ساكنة، لم يحركوا ساكنة. طب نشوف معتقداتهم. أخلص المبادئ في كل الفرق الإسلامية قربا من الجوهر الإسلامي نفسه. خذ الآتي. اتفضل. الإمامة عند الشيعة لأبناء علي وفاطمة. الإمامة عند السنة كانت وما زالت، يقول لك الإمامة في قريش. في الفكر السياسي بتاعه الإمامة في قريش. لازم يكون خليفة قريش. طيب. عند الخوارج الإمامة حق متاح لكل مسلم بغض النظر عن لونه أو عرقه. مش كلام حلو. وتحققت عمليا فيما أقاموا من دول. الدولة اللي قامت الدولة الكبرى هذه كان فارسي عالم بفكر الخوارج، ومصدر الخوارج انتشر عند الفرس. تحتضن مدينة الرجبان أثرا تاريخيا قديما، ألا وهو مسجد ميري، والذي يقع في مرتفع يشرف على المدينة وتحيط به السهول الخضراء. ويعد مسجد ميري من المساجد العريقة بمنطقة الجبل، حيث تأسس في سنة 750 ميلادي على يد الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم، الذي قدم إلى منطقة ميري بالجبل. وأصبحت ميري بمثابة عاصمة مؤقتة للدولة الرستمية، التي كانت تمتد من مدينة تلمسان بالجزائر غربا إلى منطقة سلطان شرق مدينة سرت. عندما حاول الإمام عبد الوهاب بن رستم لزيارة الحج، الاتجاه إلى منطقة الشرق للحج، فمر بمناطق الجبل من تهرت في الغرب عاصمة الدولة الرستمية، مرا بكل القرى مطلعا على أحوالها، مناقشا أمورهم، محاولا فض النزاعات وحل الخلافات والمشاكل، وخاصة الخلافات الفقهية. لا زال هذا الأثر الإسلامي العريق يحافظ على جزء من رواقه، وكذلك أجزاء من أسقفه التي تصارع من أجل البقاء في ظل عوامل التعرية وغياب الاهتمام. هذا المسجد هو لا زال الآن يحتفظ ببعض المقومات الأثرية، ولا زالت فيه رواقين صالحين ومرتفعات ومسقوفين، سقف كاموري
مرتفعة. إذن يقول اليعقوبي صاحب كتاب البلدان: المدينة العظمى مدينة طاهرت، جليلة المقدار وعظيمة الأمر، تسمى عراق المغرب. إذن سنمر إلى مرحلة الدولة الرستمية، تفاصيل راح تعرفوها أولا مع الزميل نبيل نووي. تفضل. الحديث عن تاريخ تيارت ذو شجون هي تلك الثنائية المتلازمة لعاصمتين تيهرت وتاقدمت، حين يحتضن مكان واحد مجد حقبتين تاريخيتين عظيمتين لشخصيتين فارقتين تركتا أثرهما العميق في التاريخ ونقش اسماهما بأحرف من ذهب: عبد الرحمن بن رستم والأمير عبد القادر. اضطر عبد الرحمن بن رستم إلى اللجوء إلى جبال تيهرت، واختارها لأنها جبال حصينة، فجاء إلى هذه المنطقة واختار هذا المكان وأسس دولته، وكان يدعى الإمام. اختير عبد الرحمن بن رستم لعدة أسباب. أولا كان عالما، الحاجة الثانية نسبه، والحاجة الثالثة أنه كان يريدها إمامة على منهاج النبوة ومنهاج الصالحين في ذلك الوقت، لأنه كان إماما وعالما وفقيها في ذلك الوقت. إذن فاتجه ناحية تاقدمت اللي هي تيهرت القديمة. يعني بذكرك تيهرت وتاقدمت كانت كذلك عاصمة للأمير عبد القادر، يعني هي عاصمة تاريخية، أول عاصمة متنقلة وثابتة في نفس الوقت هي تيهرت. في نفس الوقت نعم. بتيهرت كانت عاصمة، تيهرت مرت بثلاث عواصم. نعم. العاصمة الأولى ذكرها أستاذنا المحترم في عهد الرستميين. نعم. العاصمة الثانية كانت في عهد بني توجين. نعم. في عهد بني توجين. والمرحلة الثالثة كانت في عهد الأمير عبد القادر. يعني مؤسس الدولة الحديثة. مؤسس الدولة الحديثة. فشوفي يعني باش ننتقلوا، يعني هي المشكلة صعبة. عبد الرحمن بن رستم وصل في تيهرت في 144 للهجرة. لم تعلن الدولة إلا في غاية 161 هجرية للهجرة. 144 161 يعني 20 بقى 16 عام وهو يدعو لهذه الدولة. هي الدولة العاصمة تاعو في تيهرت الحالية. تيهرت 16 عام في تيهرت الحالية، ومن بعد بنى بنى مدينة أخرى على بعد 8 كيلومتر تقريبا ولا 9 كيلومتر، بناها يسموها تاقدمت. من بعد بدات تسمى تاقدمت، كانوا يسموها بالعهد الرستمي تيهرت السفلى. تيهرت السفلى. واذا يسموها تيهرت الرستمية، عندها عدة يعني، وتيهرت الجديدة. نعم. 3 أسامي كانت عندها. اختلفت الأسماء ولكن المدينة واحدة. هذه المدينة العريقة. يعني في نشوء الدول كما يعرف الجميع أن إنشاء الدولة صعب جدا يعني. فهذا يدل على قوة عبد الرحمن بن رستم الذي أسس هذه الدولة وقام بتشييد المدينة، وهي أهم شيء في الدولة، حيث قام بإنشاء مدينة في ناحية تاقدمت، يعني فيما بعد سميت تاقدمت، وأنشأ لها سور كبير جدا. هذا السور، وبدأ في تشييد المنازل والمساجد إلى آخره، وجعل لها 4 أبواب. الباب الأول هو باب الأندلس. يقول المؤرخون لهذا الباب أنه كان في الجهة الشمالية، وسمي باب الأندلس لأن هناك كانت علاقات بين الدولة الرستمية وبلاد الأندلس، علاقات ثقافية علمية، علاقات تجارية اقتصادية، علاقات يعني في النسب إلى آخره. فكان هذا الباب ملجأ يخرج منه الذين يذهبون إلى السفر لهذه الأغراض من هذا الباب. هذا الباب الأول. والشيء الذي يجب الإشارة إليه قوة الترتيب والتنظيم لهذه الدولة. الشيء الثاني هو باب المطاحن. هذا الباب، هذا باب المطاحن. تيهرت هنا عرفت بالزراعة، وكان في هذه المنطقة يعني الحبوب في هذه المنطقة كانت موجودة مجموعة من المطاحن، حتى يسهل للناس الخروج
طحن القمح إلى غيره، سمي هذا الباب بباب المطاحن. الباب الثالث هو باب المنازل. هذا باب المنازل جعله في منطقة فيها الكثير من الفنادق للزوار الذين يأتون إليه. كان إذا دخلوا من هذا الباب يجدون الفنادق مسهلة وميسرة لهؤلاء الزوار. والباب الأخير هو باب الصفا. هذا باب الصفا كان للنزهة، للخروج للنزهة، إذ تعتبر هذه المدينة يعني كانت محيطة بها حدائق غناء. لذلك يصفها المقدسي، يقول في وصف المدينة أولا وصفها بعراق المغرب أو بلخ المغرب. نعم. يقول قد أحدقت بها الأنهار. صح. احتقت بها الأنهار والتفت بها الأشجار، يعني جنة، كانت جنة. وغابت فيها البساتين، يعني شو الوصف، وصف دقيق هذا. ونابعت حولها العيون، وجل بها الإقليم، وانتعش بها الغريب، واستطال بها اللبيب. يعني يفضلونها حتى على دمشق. هي كانت شعاع للعلماء آنذاك ولرحالة مشهورين على مدى كل التاريخ اللي كنا عرفناه وعرفت. الدولة الرستمية نظرا لأننا نعيش أجواءها هنا، ولأن أساطينها وسدنتها أو أحفاد سدنتها بيننا الآن. الدولة الرستمية عندما نشأت كان يعيش في أجوائها كل المذاهب الأخرى، وكان بعضهم يمثل وزيرا بالنسبة للإمام الإباضي، أو كان بعضهم قاضيا يخضع لسلطة الإمام الإباضي، كما سأذكر بعض النصوص التي تدل على ذلك. وكان ابن الصغير عندما يحكي هذه التفاعلات أو هذا التعايش في أجواء الإباضية يذكر أن الإنسان عندما يدخل إلى الدولة الرستمية سيجد تنوعا ثقافيا ومعرفيا وتعايشا فريدا بين جماعات المسلمين. فهناك مساجد للقرويين، وهناك مساجد للكوفيين، وهناك مساجد للبصريين، وهذا فلان البصري وهذا فلان القروي. عندما أقول فلان القروي من يقصد؟ المالكية، لأنهم من القيروان، كانوا يعيشون في أوساط الإباضية وكانوا يحصلون على قدر كاف من الاحترام التي تحترم حقهم في أن يمتلكوا فكرا مغايرا دون مضايقة. في الدولة الرستمية أيضا مبدأ آخر، وهو مبدأ التعايش مع الدول الأخرى. فهناك دولة الأغالبة، كانت الدولة الرستمية تحتل مساحة كثيرة، فهي في حجم الجزائر اليوم أو أكثر، وبإمكانها أن تطيح بالأغالبة، وبإمكانها أيضا أن تطيح بالأدارسة، وبإمكانها أيضا أن ترسل جنودا إلى الأندلس كما فعل الموحدون والمرافضون مثلا، على أن المسألة تحتاج إلى مزيد من النقاش. لكن المدهش أن الدولة الرستمية هي التي رعت الدولة الأموية. فعبد الرحمن الداخل كما تذكر كتب المالكية، كتب السادة المالكية، أنه عندما فر من المشرق آواه بنو رستم فنشأ بينهم، فلما آنسوا منه قوة وآنس من نفسه قدرة على أن يقيم دولة قالوا له اذهب إلى الأندلس لتعيد أمجاد أبيك. من هم آباؤه؟ آباؤه هم الذين شردوا الإباضية وقتلوهم. لكن الإباضية مبدأ التعايش بينهم لا يخضع للأحقاد ولا يخضع للخلفيات التاريخية، ولا ينحرفون عنه قيد أنملة. وإن تمكنت من الوقت فسأضرب على ذلك أمثلة. المدهش أيضا أن الرستميين مدوا عبد الرحمن الداخل بمستشارين وخبراء حتى يقيم دولته في الأندلس. إضافة أخرى أضيفها إليكم أن الإباضية في الدولة الرستمية رعوا الدولة الإدريسية وهي مالكية، لأن الأدارسة عندما بنوا دولتهم في مدينة فاس حاول العباسيون أن يرسلوا جيشا للإطاحة بهم، لكن الدولة الإباضية اعترضت جيوش هارون العباسي فاتبع سياسة الاغتيالات. إلا أن الدولة الرستمية ستتدخل مرة أخرى لتوفير أجواء كافية لنشوء الدولة الإدريسية. ومن أجل تحقيق حسن النوايا وعقد صلات تجارية أقاموا مدينة البصرة، وهي تقريبا اليوم في مدينة وجدة، تكون بين الدولة الإدريسية والدولة الرستمية حتى تكون هناك تبادلات ثقافية ومعرفية وتجارية. ولذلك عندما كنت أبحث في هذا الموضوع عثرت على نص لشاعر مالكي يمدح فيه أبا العيش
عيسى بن إبراهيم وهو مالكي أيضا يذكر أنه عاش في الأندلس، عاش في الدولة الرستمية أجواء رائعة من التعايش، كان يتعايش فيها السني والمرجئي والإباضي في مكان واحد. كما نشأت في الجزائر الدولة الرستمية، وهي مناوئة أيضا للعباسيين، وتنسب إلى مؤسسها عبد الرحمن بن رستم زعيم الخوارج الإباضية، وقد أقام دولته في إقليم تاهرت عام 160 للهجرة، وصارت ملجأ لإباضية العراق وفارس وغيرهما. استطاع أميرهم عبد الرحمن المغافري أن يقيم سلطان في منطقة القيروان، لكن هذا السلطان هزم من قبل قوات الدولة العباسية، فاضطر خليفة عبد الرحمن بن رستم أن يرحل بقواته إلى مناطق أكثر ملائمة، حيث كانت منطقة تيهرت، هاي أو تاهرت، مرات تطلق تاهرت أو تيهرت، حيث كانت هناك مجموعة من القبائل البربرية المنضوية ضمن الفكر الإباضي، فبنوا مدينة تيهرت وأسس الدولة التي أطلقت على اسم الرستمية، الدولة الرستمية، وهي دولة إباضية. عبد الرحمن بن رستم هو المنشئ الحقيقي للدولة الرستمية، أصله من فارس، أصله فارسي، لكنه كان واليا للعباسيين في تونس، ثم فر من أمام العباسيين بسبب أحداث جرت مطولة، فر إلى مدينة اسمها تيهرت في الجزائر. تيهرت مشهورة اليوم باسم تيارت. تيهرت هذه هي عاصمة الدولة الرستمية، فهم إباضيون، أصولهم خوارج إباضية أصولهم. تمكنوا من إنشاء الدولة الرستمية الكبيرة عبد الرحمن بن رستم في تيهرت، وانتقلت وتوسعت لتكون من الحدود المصرية شرقا إلى تلمسان غربا، تلمسان في المغرب الأقصى، هذه كلها توسعت توسعا كبيرا جدا، واستقلت عن الدولة العباسية. طبعا ليس شرطا يكون استقلال كامل، يخطب لبني العباس لا شك أنهم كانوا يمثلون الخلافة، لكن أعني أنها استقلت ما عادت تخضع للحكم المباشر للعباسيين. كانت علاقة الدولة الرستمية متوترة مع الأغالبة الذين يمثلون الدولة العباسية، وظل أتباع الدولتين يتصارعون حتى انقرضت الدولة الرستمية عام 296 للهجرة على يد الفاطميين. كان من أعظم مقاصد قيام دولة الأغالبة في زمن هارون الرشيد القضاء على كل ثورة خارجة على الدولة العباسية في بلاد المغرب، وكان من جملة تلك الدول التي خرجت في بلاد المغرب الدولة الرستمية نسبة إلى عبد الرحمن بن رستم، والدولة الرستمية كانت خارجية الفكر والمذهب، وطبيعي جدا أن يكون هؤلاء الخوارج رافضين لمبدأ الخلافة الذي كان موجودا في الدولة العباسية، فكان الأغالبة موكلا إليهم أمر القضاء على الدولة الرستمية، حتى تم القضاء عليها على يد الدولة الفاطمية بعد ذلك. في الفترة نفسها التي أقيمت فيها الدولة الرستمية في الجزائر، وهال ابن رستم أن لا نسود ونبني كيانا لنا مستقلا، فقام بطاهرت يعلي اللواء ويرسي نظاما وينشر فضلا، يوجه حكم البلاد الشراة بوحي الشريعة حقا وعدلا، ويجعل أمر الجماعة شورى وحق انتخاب الإمامة فصلا، فلم يك للتبعيات ذيلا ولم يك بالعصبيات يبلى،
فدوخ بغداد في أوجها، فدوخ بغداد في أوجها، فكانت لتاهرت بغداد فيلا. وفاض به العلم، وفاض به العلم يجلو العقول، وفاض بها العلم يجلو العقول، ويغمر أرض الجزائر نبلا. وتاه الربيع بجناتها، وتاه الربيع بجناتها، يهادي تلمسان وردا وفلا. وتاه الربيع بجناتها، يهادي تلمسان وردا وفلا. فكان ابن حماد من وحيها كأوصافها عبقريا وفحلا. وأفلح خلد أمجادها، وأفلح خلد أمجادها، فأفلح أفلح قولا وفعلا. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة، تسابيحه من حنايا الجزائر.